من اخطر الاسباب ان انا ابقى قاعد على كرسي بالتكنيك ده وفي مسافه ما بيني وما بين كده، او ان انا قاعد على كنبه، او ان انا رافع رجلي كده مثلا وعامل بالتكنيك ده، معظمنا بيعمل كده، او مريح وعامل كده بعد مجهود، او ان انا حاطط كرسي فوق وكرسي مثلا قدام الكرسي ده ورافع رجلي كده. فكل ده انا بضغط على ظهري من تحت، او ان انا نايم على السرير بشكل غلط، او ببقى نايم على السرير مثلا وليكن ده السرير، ببقى نايم وعامل كده ومشفت حوضي كده، نايم كده، نايم بالتكنيك ده، فانا معرض ظهري للارض. او الناس بقى خلي بالكم من ضمن الاخطاء الشائعه جدا ان انا اعمل استرتشات بالتكنيك ده، ان انا انزل كده. عارف لو انا نزلت كده انا باذي العمود الفقري بتاعي، وخاصه التمارين بتاعت الجود مورنينج، او ان انا ببقى ماسك بار وانزل بيه كده. خلي بالك ان التمارين دي غلط جدا جدا وخطر جدا على العمود الفقري. او ان انا اعمل استرتشات بالتكنيك ده وانزل كده، كل ده بيأثر على ظهري، مع العلم ان معظمنا عمله وانا عملته، كلنا عملناه